الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن أموال الربا لا يجوز للشخص أن يستعملها لنفسه، بل يخرجها على سبيل التخلص منها، وله أجر التورع في ذلك، له أجر الورع في ذلك. ولا يخفى عليكم أن المتورع مأجور، فالمتورع عن الحرام مأجور كحديث 3 أصحاب الغار، وفيه ما لا يخفى عليكم. فأموال الربا تنفق على سبيل التخلص منها، حيث لا تعود على صاحب المال منها عائدة. فمن ذلك أو من تلك المصارف كما تفضل الأخ السائل المذكر بارك الله فيه، كما تفضل بالنقل عن فضيلة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، بأنها تنفق في بناء مثل حمامات المساجد. إن ثبت النقل عن الشيخ بذلك فإني لم أقرأ فتواه بنفسي، لكن عموما أقول هذا مصرف من مصاريفها، توضع في بناء دورات مياه للمساجد، أو توضع في مصالح عامة للمسلمين. وأقول أيضا إذا أعطيتها لفقير بعيد عنك لا تربطك به قرابة ولا تلزمك نفقته فلا مانع من ذلك، إذ قد استحالت في حق الفقير. والاستحالة لها أدلتها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعني بالاستحالة أن هذا المال في حق الفقير لا يعد ربا، أما في حقك أنت يعد ربا. والاستحالة من أدلتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لا يأكل الصدقة، فقد قال إن آل محمد لا نأكل الصدقة، إنما هي أوساخ الناس. ولكن لما أتي النبي ذات يوم بطعام، فقال عليه الصلاة والسلام لما قرب إليه الطعام: ألم أرى البرمة أين اللحم؟ فكانت برمة صحفة دخلت على إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم فيها لحم، لكن قرب للرسول طعام غير اللحم، فقال عليه الصلاة والسلام: أين اللحم؟ ألم أرى البرمة؟ قالت زوجته: يا رسول الله، لحم تصدق به على بريرة. بريرة جارية لعائشة رضي الله عنها. فقال عليه الصلاة والسلام: هو لها صدقة ولنا هدية. ففي حق الرسول أصبح هدية، مع أنه في حق بريرة صدقة. فالاستحالة لها أدلة تجوزها في بعض المواطن، وسمى مبحث أوسع إن شاء الله يتأتى في موقعه إن شاء الله تعالى. فحاصل الأمر إذا تصدقت بمال الربا على فقير بعيد عنك لا تربطك به قرابة ولا تعود عليك عائدة منه فلا بأس بذلك، والله تعالى أعلم. أما عن شراء المنازل بالربا في بلاد أوروبا فالربا حرام، ولا يجوز شراء المنازل بالربا. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.